ازاي احب القرايه واتعود عليها واخليها جزء من يومي؟ القرايه زيها زي اي عاده ممكن تكتسبها بالتكرار والالتزام عليها، بغض النظر عن هتقرا ايه وهتعمل ايه والكلام ده كله. البدايه لازم تكون ان انت هتزق نفسك وتعمل حاجه معينه وتكررها. خليني اديك كام نقطه كده تساعدك على ان انت تبتدي قرايه وتحبها وتلتزم بيها. ببساطة في البداية مهم إن احنا نبتدي نقرأ كتب صغيرة وممتعة، أو نقرأ مقالات مثلا ممتعة عن مواضيع بنحبها أو مهتمين بيها. تاني حاجة نحاول نخش في قراية روايات وقصص من الحاجات الخفيفة اللايت اللي بتسلينا وتخلينا مبسوطين واحنا بنقرأ، فهنقدر نكمل الكتاب أو الرواية ونخلصه. وبعد كده ممكن ننتقل لكتب جادة أكتر، كتب سياسية اقتصادية، أي مجال انت هتبقى عايزه بعد كده. تاني نقطة، خليك دايما محاصر نفسك بالكتب، يعني حط صورة كتب على الوول بيبر عندك، شوف صور كتب كتير خلفية التليفون بتاعتك، علق صور في المكتب في البيت، وهكذا. خليك دايما محاصر بصور الكتب حواليك والحالة بتاعت الكتب. اقرأ كتب بتتكلم عن القراية، اللي هو ازاي الناس ابتدت تقرأ وايه اهمية القراية والكلام ده كله. نقطة تانية بيقولك دور على اصدقاء بتحب القراية، ده هيزقك ان انت تحب القراية زيهم، وهتتكلموا وتتناقشوا في حاجات كتير حوالين القراية هتخليك تحب القراية. النقطة الأخيرة الممارسة هي سر التعود. دايما حاول تزق نفسك ان انت تقرأ ان شاء الله صفحة في اليوم. التعود هو السر، التعود هيخليها تصبح عادة، وبعد كده هتحبها وهتعملها من غير ما تفكر، وهتبتدي تدور على حاجات تانية كتير تقراها زيادة.